بالظبط. لو واحد عمل كده معناها ان هو اتضايق منك واتخانق وعايز يروح، فانت كل اللي تعمله ابدا اللي معاك هو بس. اللغات الكاتب برضه فيها مشكله، ان في حاجه اسمها ال دي او البرمجه اللغويه العصبيه اللي ممكن البرمجه بتاعتنا تدخل في قلب لغه الكاتب فتبوظها. بشوف واحد قدامي بحكم عليه فحكم يطلع غلط. علشان كده وصلنا لمرحله ثاني اعلى، حاجه اسمها التخاطر. التخاطر ده اللي هو ازاي مثلا ابقى موجود معاكم هنا واعرف مين بيفكر فيا في اي مكان بعيد، ابدا استثبت افكاره وابدا ابعت له افكار بحاجه اسمها الطاقه، اللي مجرد اقول لكم مثلا لو تسمين فينا كده يفكر في حاجه فلاقيه يتصل فيه. تذكر معانا صح؟ احنا بنستخدم نفس الموضوع بس عن الارض. اذا انا افكر في حد بطريقه معينه وابعت له طاقه بطريقه معينه تسليم، او حد بيفكر فيا هيجي على بالي فاقعد بيفكر فيا ازاي تسليم. بس الموضوع ده ممكن يبقى صعب على الناس شويه، في ناس ثانيه عندها الموضوع ده تلقائي بالفطره. طيب نقطه بقى لاخر حاجه، وهي استناء حاجه لحد دلوقتي، حاجه اسمها علم الفرازه. علم الفرازه يعني بياخد مواضيع كتيره، او حاجه منها مثلا شكل الجسم، الشكل العام. انا باخد مثلا نمط واحد من شكل الجسم. الناس يعني السبب ما يكونش حد موجود عشان نتكلم. الناس اللي هي التخينه وقصيره زي مثلا مين شكل عارفينه؟ او زي مثلا احمد رزق، او زي مثلا يحيى الفخراني. طيب التخينه وقصيره السلام عليكم. لو عرفت مثلا واحد من الشخصيات دي وجاي يتعامل معاك، انت بسهوله هتقدر تعرف تفاصيل الشخص ده. رقم واحد من النوع اللي هو بيشغل دماغه قوي وفي نفس الوقت ما بيعرفش او ما بيحبش يشغل جسمه. عشان كده بيعمل ايه؟ هتلاقيه شخص ماهر جدا في التفاوض وان هو يخلي الناس تقوم باعماله. لو هو بيدي احيانا للناس الثانيه، بس في مشكله ان هو احيانا بيبقى طماع، فممكن مثلا يسمع في حقه. عشان كده بس الشخص ده قلبه طيب قوي وحنين. عشان هتلاقي الناس مش هقول لك كل واحد تخين كده وراسه قصيره وصغير يبقى دمه خفيف. هو فعلا دمه خفيف وهو اكتر من جوه قلبه ابيض، يعني حد طيب بس ما تعملوش مسيات، او لو عملوا مسيات يبقى يعني ايه تحددها من الاول خالص. انا عملت 1 2 3 ثلاثه نمط. في نمط اسمه نمط النشيط اللي هو مثلا زي كريم عبد العزيز، ده في طريق تفكير. في نمط بعد كده اللي هو الرفيع والطويل زي مين الرفيع والطويل عندنا؟ لا ده احمد عيد مثلا، زي احمد عيد. لا احمد الشاوي، احمد الشاوي نشيط برضه. احمد عيد ده اسمه نمط الحساس، يبقى دي برضه شويه عيوب اللي هو ممكن يبقى قادر على نفسه شويه. بعد ما نعدي كده في حاجه بقى اسمها فراسه الايد. يعني ايه فراسه الايد؟ يعني ممكن من ايدك اعرف شخصيتك بسرعه. مثلا على سبيل المثال